أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الصوت الداخلي، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن وبعدين. يعني احنا خلاص سمعنا صوتنا الحقيقي وعرفنا هو بيقول ايه، بس في نقطة بيوصل لها كل واحد فينا، وهي وبعدين. بعد ما سمعت الحقيقة، هل عندي الشجاعة إني أعيش بيها؟ ولا هرجع تاني للمكان اللي بيريحني وبيكسرني في نفس الوقت؟ الحقيقة من غير خطوة بتتحول لوجع. لما بنسمع صوتنا الحقيقي وما بنعملش حاجة، الحقيقة وقتها بتتحول عبء تقيل ما احناش قادرين نشيله. بتبقي شايفة بوضوح بس مش قادرة تتحركي، وكأنك واقفة على باب شايفة اللي وراه بس رجلك خايفة تتقدم. الخوف هنا مش غباء، الخوف شيء إنساني جدا. عشان كده التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة صغيرة جدا. يعني مش لازم أسيب الشغل فجأة، ولا أهرب من علاقة مرة واحدة، ولا هغير حياتي في يومين. التغيير الحقيقي عامل زي إضاءة صغيرة في أوضة ضلمة، بيتولد من قرار صغير وبسيط. انك مثلا تقولي لنفسك لا لما تستحقي انك تقوليها، انك تبعدي خطوة عن حاجة بتستهلكك وتقربي خطوة لحاجة بتشبهك، انك ما تنكريش احتياجاتك. الشجاعة مش غياب للخوف. في اعتقادنا الغلط ان الشخص الشجاع ده هو الشخص اللي ما بيخافش، لكن الحقيقة ان الشجاعة هي اني اسمع صوت الخوف ومع ذلك اكمل، اني اعرف ان الخطوة صعبة ومع ذلك اخدها. الشجاعة ما هياش شكل درامي ولا قرار بطولي. الشجاعة هادية وصبورة وبتبان في اختياراتنا الثابتة يوم بعد يوم. فكل المطلوب منك إنك تسألي نفسك سؤالين قبل أي تغيير: هل الصوت ده هو صوتي الحقيقي وجاي من حقيقتي؟ لو يبقى يستحق الثقة ويمشي وراه. السؤال التاني: هل الخطوة دي بتحترم نفسي ولا لأ؟ فيها احترام لذاتي وتقدير ليا ولا لأ؟ لو يبقى حتى لو صعب فهي صح ولازم تاخديها. فلو الإجابتين على السؤالين دول امشي حتى لو ببطء. وأخيرا الاحتواء. قبل ما نغير أي حاجة بره لازم نحتوي اللي جوانا، فلازم تحتوي خوفك وتحتوي ترددك وتحتوي ضعفك، وبعدين امشي معاهم مش ضدهم. الصوت الحقيقي مش بيظهر عشان نسمعه بس، هو بيظهر عشان يقودنا، عشان نمشي وراه. ولما بنمشي وراه بنتقابل مع نسختنا اللي احنا استحقينا ان احنا نبقى عليها من زمان. التغيير مش مرعب زي ما احنا بنفكر، المرعب فعلا ان الزمن يجري واحنا لسه واقفين في نفس المكان. خدي خطوة حتى لو صغيرة، الصوت الحقيقي مستني يشوفك ماشية ناحيته. احتوي خوفك واحتوي صوتك واسمعيه